يا ربي، اللهم سخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن جبر الخواطر أوسعها. آمين يا رب العالمين. يسعد أوقاتكم يا رب. كيفكم؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتوا عم بتشاهدوا فيديو اليوم. إذا كنتوا جداد على قناتي ولأول مرة بتشوفوني، بتمنى إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد أنا بنزله. اليوم إن شاء الله رح شارك معكم هيك ترتيبة خفيفة، وإن شاء الله رح نساوي رز بحليب وبرياني الدجاج بإذن الله. خلونا نذكر الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا تعرفوا صار النظام في مدارس خلص، معناها أول شغلة بدنا نساويها هي بدنا نروح نودي الأولاد على المدرسة. الله يحميهم يا رب ويحمي جميع الأطفال يا رب. اليوم رجعت بصراحة ما جا عبالي لا أشرب قهوة ولا أي شي، ما بعرف ليش. تقولوا لي ليش؟ عن جد ما بعرف، فايقة يعني هيك. بتعرفوا الواحد أحيانا بفيق مبسوط، أحيانا بفيق متنكرز، أحيانا ما جا عباله شي. فأنا ما جا عبالي لا أشرب قهوة ولا أي شي. فوالله قلت خلص رح أول شي أطلع بلش فوق نظف يعني رتب وهيك. وعندي وجبة غسيل بدي احطها، وعندي وجبة غسيل بدها طوي كنت حاططها امبارح بالنشافة. بس قلت لها النشافة الله يسامحك لو بتطلعي هالغسيلات مطويين وجاهزين، يعني ضروري اسا نطويهم. عن جد الحمد لله رب العالمين. هن ما كتار يعني شوية غسيل مع وجاه الكنبايات، قلت خليني اطويهم وجهزهم لانه في وجبة تانية هيك يعني ما بيتراكم كلياته ورا بعض. مثل ما شايفين بلشت اطويهم. رتبت اول شي التخوت. شفتوا الحرام اللي اشتريته لريتال اخديته تسنيم. بس ما هون المشكلة انه طلع حرام تسنيم غير حرام ريتال. انا كنت حاطه ببالي مفكره انه اللون الخمري بس طلع لون زهري. بس يلا قلت ما مشكله. على اساس محمود ياخده وشوف له لتسنيم واحد تاني انه هيك قريب الزهري مشان يطلعوا التختين مثل بعض. انه لونه كتير كتير حلو وهيك كتير ناعم. بس والله ما بعرف يعني فقلت اذا شفت واحد هيك قريب على الزهري مثل الحرام التاني يكونوا هيك متشابهين، فان شاء الله رح اجيب واحد تاني. فهون مثل ما شايفين بلشت بقى طوي الغسيلات وخلصتهم الحمد لله. وهون كانوا الأولاد طالعين على الفرصة، نحن بنقلها بسوريا كانت. فطلعت شوف تسنيم ما بينت علي. بعدين والله سكرت الشبابيك، في هوا بارد اليوم ما شاء الله. هون ما في مزح، خلص هجم البرد يعني هجم. لسه ما عملت لا ترتيبات انه الشتوية ولا اي شيء ولا نزلت شيء. فقلت ان شاء الله بهاليومين لانه صايرة عن جد حاسة الدنيا مخلوطة بين الصيفي وبين القطن اللي بكم. فقلت لا لازم بقى الواحد ينسك ويشيل الصيفي كلياته ويحط بقى انه الشتوي مع القطن هيك. بس لازم لي كام غرض بدي اشتريهم، ان شاء الله بشارك معكم باذن الله. بس ما عم بيكون في مروة لاني انزل على السوق. الحمد لله رب العالمين. هاي من أول سيئات الحمل، إنه ما قادرة روح على السوق. ما بعرف عن جد حاسة جسمي مخبوص، ما بعرف يعني أنا حاسة إني شوي مقربة بس ما قريب قوي. بس بنفس الوقت ما إلي مروة عم بتحرك ولا أي شيء. فهي أول السلبيات الحمل. أنا بقول لازم أنا أقوي حالي ونشط حالي من شان إني خلص يعني ما ضل هيك. إذا بدي ضل قاعدة الصراحة إنه جسمي يدبل أكتر. والله هون عم بساوي رز بحليب اللي زمان بصراحة ما ساويت، فقلت خليني أعمله للولاد قبل ما يصير برد كتير. بتعرفوا هو ما طيب غير بارد يعني. فوالله شفته جايبة حليب لترين وحطيت كاسة شاي رز قصير. أنا ما بكتر له رز لأني إسا بدي أحط له نشا. هلا هو أنا حسيته جامع بين المحلاية والرز بحليب. أنا لحتى استوى الرز. هلا في عالم بتحطه للرز يعني بيسلقوه لحال، بس لا أنا بحب إنه ينسلق معه. بلشت احط باقي المكونات. سكر، حطيت كريم شانتيه ظرف. طبعا انتو اذا عندكم كريمة سائلة كمان فيكم تحطوا كمان طيبة. حطيت له شوية مستكة وسكر يعني حسب بقى الرغبة.
أكيد ما رح ننسى النشا. أنا هون حطيت تقريبا 5 معالق نشا ل2 لتر، طبعا كل واحد بقى حسب النشا يلي عنده. شكر كل الصبايا اللي باركولي على الحمل، الله يسعدكم يا رب ويحفظ لكم أولادكم. وبدي رحب بكل من عم ينضم على القناة من جديد، أهلا وسهلا فيكم. بس بتمنى هيك تحطوا لي لايكات وتعلقوا لي إذا عم تحبوا المحتوى والفيديوهات، علقوا لي شي تعليق حلو من إيديكم مشان كمان نتعرف على بعض، أعرف مين اللي عم يشاهد الفيديوهات. الله هيك بنكون عيلة وحدة وأصدقاء بإذن رب العالمين. شوفوا عنوان الفيديو اني خسرت كل شي بسبب الحمل. يمكن تستغربوا، طبعا في عالم بتقول انه ما بيصير هيك تقولي او شي، لا طبعا الحمد لله رب العالمين على كل شي. بس شو اللي مثلا انه الواحد بيخسره ما أنا خسارة، بس الواحد مثلا بيكون حاطط بباله شيء انه بدي اعمل هيك وساوي هيك. انا على اساس كنت ناطرة ريتال الله يحميها تدخل على المدرسة وبلش شغل اني اطلع لبرا. مثلا زوجي كان يقول لي انه انت درستي على الفاضي، كل لغتك راحت. طبعا اذا ما تعاملت برا وهيك اجباري بدي انساها. يعني الله يحميها تسنيم، وجبت وراها ريتال فورا. فبتحسوا المعلومات كلها تبخرت. لازم الواحد يتعامل مثلا برا بشغل مع هولنديين، يكون في احتكاك، في تواصل لحتى يعزز لغته. فأنا نسيت كل شيء، فكنت ناوية يعني إني أشتغل وساوي كتير شغلات تانية. طبعا لحد هلأ فيني ساوي وأكيد فيني أشتغل. طبعا أنا ما بحب إني أحط ولادي بالروضة وروح أشتغل، ما بيمنع شي يعني، بس نحن ما بنقدر يعني. هلأ مثلا الهولنديين من 3 شهور خلص بحطوا أولادهم بالروضة وبيروحوا بيشتغلوا في يعني روضة هي مثل الحضانة يعني للأطفال من عمر 3 شهور، وبيروحوا بيشتغلوا. اما نحن ما بنقدر يعني، ما بعرف انه ما متعودين هيك، عرفتوا كيف؟ حتى مثلا وقت كنا بسوريا مثلا، هلا امي صح انا انست مدرسة بس كانت تحطنا عند بيت جدي وهيك. اما هون الواحد ما في حدا انه يحطه عنده. كنت مفكرة بكتير شغلات بس خلص يعني هلا ستوب على كل شيء. في شغلات ممكن اقدر اعملها بس يعني ما كتير عم بقدر خاطر، فما بعرف اسا يعني هيك مونونة مثل ما بيقولوا. هون بدي ساوي برياني دجاج ان شاء الله هيك. ما بعرف انا بصراحة الاكلة شو اصولها، بس بتوقع اكتر شي يمكن بيعملوه اهل العراق، وما بعرف اذا هو لمين استتابع، ما بكتبولي بالتعليقات. رح احط المكونات بالوصف بإذن رب العالمين. أنا وقت اللي عرفت إني حامل طبعا ضلينا إنه كام يوم أو مثلا أسبوع ما حكينا لحد، طبعا غير أختي بس بتعرف. بعدين يعني زوجي حكى لأهله هيك، طبعا أهله الحمد لله كتير كتير انبسطوا هيك. بس شو أنا ما حكيت لأمي. ما بسترجي أصلا أحكي لها. فأختي قال والله أنا بدي أحكي لها وبدي أفسد لها عليك. قلت له خلص خليها يعني لبعدين بنحكي لها، لأنه أنا بعرف شو بدها تجاوبني، ما رح تنبسط أنا عارفة. هلا بتقولوا لي إنه معقول إيه ما أمي شو اسمه بتقلنا إنه خلص يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا ليش السبب الأكبر قد ما بيصير فيني وبدخل بالمشفى يعني واحد بالغربة وما في حدا جنبه، إنه خلص الحمد لله رب العالمين الله رزقني بنتين وصبي نعمة الحمد لله. فوالله هي أختي ضلت تطلع خلص تصطفي روحي كيلي. أنتي باهدلة. فوالله حكيت لها لأمي وأكلت بادلة عني وشو خبرها وما بعرف شو، وأنا بدي إياكم تنبسطوا وتعيشوا مثل في هون مرة عراقية وقت اللي كانت تشوفنا تقلنا والله يا بنتي يعني 3 أولاد ولا 4 أولاد ولا ولد إنه كله نفس الشي، إنه تعب للأم لازم الوحدة إنه كمان تشوف حياتها، ما بس إنه تفني حالها للولاد. هلا أنا ما بعرف شو مدى هذه صحة يعني، طبعا كمان هي نفس رأي أمي، مع إنه أمي يعني الله يحمينا نحن 5. بس بتقولوا يعني أول مثلا كان بيت جدي خالاتي الكل يعني جنب بعض، هون ما في حدا وما بيصير فيهم يعني مثل ما صار فينا. هلا هون بأوروبا كتير كتير الحوامل يعني بتعاني، ما بعرف ليش سبحان الله. بعدين يعني امي حكتني وقالت لي مبروك وهيك، قالت لي بس ليكي ما بتقولي لي شيء لحتى تولدي، لا وجعني ولا سوالي ولا ما بعرف شو. قلت لا حتى انا وقت كنت بايام تسنيم انه ادخل على المشفى، لا اول ما بدي اطلع احكي لها تقلي والله حاسسني قلبي لانك ما عم تحكيني. سبحان الله يعني قد ما كان الانسان ما حدا يعني بيوجع وقلبه عليكي غير امك.
هي قد ما شافتني هلا هي ما حضرتني غير وقت محمود، يعني يوم محمود، ومثل ما بيقولوا كتير انه هيك يعني عانت وتعبت بوقتها قد ما انا صار فيني. فالحمد لله رب العالمين. فهيك يعني بتقلك هيك. لا، ويوم يوم ريتال عفوا صار معي سكر حمل، انا ما جبت لها سيره ابدا، ما كانت تعرف غير انه معي تسمم، بس انه بتعرف معي سكر حمل لا، ما خبرناها ابدا يعني. لا رب العالمين. بس الأم ما بيطلع من قلبها، يعني وقت اللي بتتصل بتسأل قلت لها مثلا، قلت لها بدي أخذت موعد عند دكتورة، فكرتني إني رحت عند الدكتورة، قالت لي رحتي قلت لها لا ما رحت لحالي، يعني الوحدة لو قالت لك ما بدي أسألك وما بدي، بس القلب الأم ما فينه. يا رب الله يحفظنا أمهاتنا جميعا يا رب، والله يرحم مين أمه متوفاة يا رب العالمين، ويجمعنا معهم يا رب. فهيك كانت ردة فعلها. فهلا أنا شو ما صار ما رح أقدر أحكي لها شيء. فهي بتعتبر إنه مثلا خلص إنه الواحد الحمد لله عنده إنه روحي شوفي تعرفي على عالم كذا، بس ما في حدا يعني لا أتعرف عليه ولا شيء. والحمد لله رب العالمين الله طعمني نعمة، والحمد لله رب العالمين. رب العالمين ما بيبعت للإنسان غير الشيء اللي فيه خير. والله هيك كانت ردة فعلها، والحمد لله رب العالمين هيك. الله يجبر خاطرنا جميعا ويطعم كل مشتهي يا رب. هون ما حكيت لكم عن الطبخة، طبعا رح أوصف كمان بالوصف يعني شو حطيت إن شاء الله. بس هون الرز أنا عم بسلقه سلق بعد ما كنت نقعته نص ساعة، عم بسلقه سلق مع نقطتين زيت، نسلقه بس نص سلقة، يعني نص استواء بدنا إياه. الصوص شفتوه او بيقولوا له تشريبه ما بعرف، هي فروج، انا ما كترت لانه بصراحه نحن اذا تاني يوم ضل الفروج ما بناكله. هلا تقولوا لي انه مثلا ليش ما ما بعرف، هون الفروج ما طيب تاني يوم سبحان الله، بتحسوا مدري كيف طعمته. فلهيك انا ما كترت، خلص بناكلهم انه باول يوم، واذا ضل رز ان شاء الله لتاني يوم ممكن اني ساوي معه فروج وممكن ما ساوي، يعني انه ما كتير مهم لانه اولادي ما كتير متولعين بالفروج وباللحمه، غير انه مثلا اذا كانوا الي هيك مقرمشين. فانتوا شفتوني انا كيف ساويته. هلا الرز شفتوا بنفس الطنجره شلت منهم الفروج والصوص اللي ساوينا، وهلا بدنا نطبخهم مع بعض. هلا في ناس ما بتطبخهم مع بعض، بتحط الرز وبتحط الصوص فوقه، فانا لا، الاولاد هيك حبوه اكتر، والحمد لله حبوه كتير لهي الاكله. والله. فشفتوا حطيت زيت، وبعدين الرز اللي سلقناه نص سلقة، وهلا نص استواء عفوا. وهلا مثل ما شايفين رح نحط كل المكونات اللي عملناهم فوقهم، ورح نحط طبقة تانية الرز، وبنحط له ملون اصفر. انا ما يعني ما كنت عارفة انه ما بقيان عندي كتير، بس كان عندي شوية احمر، قلت يلا بخلط شوية احمر وبيطلع يعني هيك لون اصفر. بس عن جد كتير كتير طيب البرياني. في ناس بتحط له تبع اهل العراق بيحطوا له شعريه وبطاطا وما بعرف شو قصه بيحطوا. انا لا، ما حطيت له اي اضافات من شان اولادي، يعني اصلا قلت لهم هذا كبسه. بس انا يعني بيحبوه. ما بنحط له ابدا مي غير هي شويه المي من شان الملون، وكلياته بيتبخر مع بعض، وعن جد كتير كتير طيب اكله. عن جد بتستحق انه التجربه والواحد يكررها. الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. وهيك كانت النتيجة ما شاء الله. وعملت شوية لوز وعملت سلطة، والحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال يا رب. وحطيت كمان لبن، كمان طيب اللبن معه. خبروني انتو شو عم تساوي هالايام. هلا يعني بلش البرد بقى بدنا نعمل شوربات وهيك، ان شاء الله كمان رح شارككم بكل شي باذن الله. بعد ما تغدينا الحمد لله رب العالمين، وبتعرفوا بقى الوحدة جلت نطفت ساوت. قلت اليوم بدي اشرب قهوة المسا، يعني ما شربنا الصبح بنشرب المسا. هسه الاولاد ما كانوا جاي عبالهم يناموا، يعني لسه كان بكير، يعني تقريبا شي الساعة 7، وعم نتابع مسلسل كنا تركي. فهلأ كانوا منزلين حلقة بقى بلش الجزء الثاني، فقلت له محمود تعال نتفرج ونعمل قهوة. تسنيم وريتال بدهم هذا ما بعرف بوشار ولا رز، والله ما بعرف شو اسمه عليه وشوكولا. وانا قلت لحط رز بحليب لانه يعني كانوا اكلين الاولاد، بس طبعا لو اكلين ما بيهمهم. صار كلياتهم بدهم رز بحليب. فوالله الحمد لله رب العالمين. هيك قعدنا وتفرجنا شوي، وبعدين كان خالص يومنا الحمد لله رب العالمين. طبعا فنجان القهوة كتير كتير طيب بعد تعب. طلع لنا هيك كأنه قلب حب على رغوة القهوة. وانا ما بحس بطعمة القهوة اذا ما كان علي وش، فاكتبوا لي انتو بالتعليقات. وطبعا تكون سادة، ما بحب مع سكر. اكتبوا لي انتو كيف تشربوا قهوتكم، تحبوها بوش ولا بلا وش.
اللي وصل معي لهون ما تنسوني من تعليق حلو مثلكم ولايك، والله يسعدكم يا رب. وهيك كان فيديو اليوم، إن شاء الله بنلتقى بفيديو جديد وأنتو أنا بأفضل حال يا رب العالمين، وسلامات.